كانوا بيحكوا قصة عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. واحد من التلاميذ اللي بيخدموا عنده قال له أنا زهقت من دنيا. قال له لا، أنت بس بعد ما تكبر وتشتغل هترتاح. كبر واشتغل وقال له ما ارتحتش يا ابونا. قال له لا، ما لما هتتجوز ترتاح. اتجوز وابتدت مشاكل بينه وبين مراته، وقال له انا في مشاكل دلوقتي بقت اكتر. قال له ما انت لما تخلف العيال هيربطوا بينكم. بس خلف العيال، ابتدت العيال تعمل مشاكل وفضل يكبر، وده ورا ده ورا ده ورا ده. جه الأنبا شنودة قال له ايه بالليل؟ قال له هات الكلوب بتاع النور وتعالى. قال له ايه؟ قال له عايزين ندور على حتة ذهب او لؤلؤة على كوم الزبالة اللي هنا. فطلع معه وهو مكسوف، وقعدوا يقلبوا. قال له ابونا هنلاقي ذهب وسط الزبالة؟ قال له راحة في وسط العالم اللي انت عايش فيه. أيشتنون من الشوك تينا أو من الحسك عنبا، وأنا من عندي بضيف أو من العالم راحة. ما فيهوش راحة. أديكم دلوقتي كبرتوا قدامي، كل مراحل حياتكم فيها مشاكل وفيها ضيقات، يمكن بتختلف دي عن دي عن دي عن دي. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل. خلي بالكم، يعني هي عشان تبقوا عارفين الموقف، هي نازلة وداود ورجاله نازلين. ايه يعني ايه؟ اصل علشان توصل لربنا هو اللي ينزل لك، وعلشان يوصل ليك انت اللي تنزل له. واحد حب يشوف ربنا، طلع على شجرة جميزة. قال له ما ينفعش، انا عارف انك عايز تشوفني وانا جاي لك مخصوص، بس انزل كده وتقابل معاي وانا انزل لك. لانك لو عايز تطلع لي وتوصل لي يبقى لازم تطلع لسماء السماوات. ومين صعد الى السماء ونزل؟ ولا حد. ده هو اللي نزل وتواضع. عشان كده فيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، وإذا بداود ورجال منحدرون. خلي بالكم الكلمة لاستقبالها. يعني الوحي بيقول هم في جواهم مش نازلين يستقبلوها، ده رايحين يبيدوا نبال وبيته وممتلكاته وكل ايه؟ باقي البحائط. عارفين يعني ايه باقي البحائط ولا لا؟ كلب. الكلاب دايما تعلم طريقة تتبول على الحيط، وهي تعرف تشم ريحة بولها. فلما يجي يمشي تلاقي ماشي يجي يلف في شارع تاني يتبول على الحتة دي، عشان لما يجي يرجع يرجع للمكان اللي كان منه. فبيسموا الكلب باقي البحائط. يعني حتى الكلاب الحراسة بتاعته هيقتلها. داود نازل للانتقام. وده الفرق بقى بين داود الحقيقي، الذي إذا كان يشتم فلم يشتم عوضا، بل يسلم لمن يقضي بعدل. حتى بعد ما قبضوا عليه وصلبوه قال اغفر ليهم، والتمس لهم العذر لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دول غصب عنهم. يا على حبك يا رب. لكن نشوف داود فصادفتهم. ما فيش صدفة في المسيحية، بس احنا في نظرنا مش قابلت فلان ده صدفة وما كناش متوقع. لا، ده خطة ربنا بيحطها، خطة مرسومة. وقال داود وهو نازل بقى، بيجيب لنا كلام داود وهو نازل قبل ما يتقابل مع جايل: باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكفأني شرا بدل خيرا. تصورات قلب الإنسان صارت شريرة أمامي. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. ده بقى الفكر مين؟ الفكر البشري. لكن احنا في عهد النعمة، لما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت، يعني سجدت
أمام داود على وجهها وسجدت للأرض. طوباك يا كنيسة لما بتسجد المسيح اللي مات من أجلك، المعلق على خشبة الصليب،